غلام عمره 12 عاماً كان سبباً في توبة اللصوص، فكيف فعلها؟ يحكى أن غلاما من مكة المكرمة أراد طلب العلم في بغداد، وقبل سفره قال لأمه: يا أماه، أوصيني خيرا. قالت له: يا بني، عاهدني ألا تكذب أبدا طوال رحلتك. خرج الولد وركب الدابة، وفي حوزته 400 درهم، وأثناء رحلته إلى بغداد استوقفه جماعة من اللصوص. سألوه: أمعك مال يا غلام؟ قال: نعم، معي 400 درهم. فسخروا منه وقالوا: كيف يخرج غلام صغير في السن ومعه هذا المبلغ الكبير؟ انصرف إلى حال سبيلك. تركهم الغلام، وبعد مسافة أبعد قابله زعيم عصابة اللصوص، فسأله نفس السؤال، فأجاب الغلام بأن معه 400 درهم، فأخذهم منه ثم سأله: لماذا قلت الحقيقة؟ قال الغلام: لأني عاهدت أمي ألا أكذب أبدا. فخشع قلب اللص وقال: عجبا لك يا غلام، تخاف أن تخون عهد أمك، وأنا لا أخاف أن أخون عهد الله. خذ مالك يا بني وانصرف، وأعاهدك أمام الله ألا أسير في طريق الحرام أبدا، وأن أتوب توبة نصوحة. وفي الليلة ذاتها عاد اللصوص إلى زعيمهم ومعهم حصيلة ما سرقوه طوال اليوم، فوجدوه يبكي. سألوه: ماذا بك يا زعيمنا؟ قال لهم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فتابوا جميعا.